السلام عليكم عمي، معنا هذا الشاب مصري قال حلم عمره يتجوز من سوريا، فدلونا عليكم جماعه، قال انتم هيك اوادم ومنيحين وبدنا نخطب من عندكم، بتقبل هالشيء؟ طبعا يا ابني بتشرف. مصر ام الدنيا، حراسي ولو. ده انا اللي اتشرف يا عمي، والله اهل سوريا يتشروا على الراس. يا ابني انت شو مجهز؟ شو وضعك؟ شو عندك؟ بيت، سياره؟ شو في عندك؟ شو موجود؟ والله يا عمي انا على قد ما اقدر هجيب للعروسه اللي هي عايزاه ان شاء الله. انا هجيب البيت وادفع لها المقدم والمؤخر وادفع لها المهر، هي بس عليها الادوات الكهربائيه. قاعد تحكي انت ادوات كهربائيه؟ شو هدول انت بتقول عنه؟ عنا بسوريا تقاليد سوريا، العريس هو بجيب كل شيء، العروس ما بتعمل شيء ولا بتجيب شيء. ما حكيت له انت؟ والله فعلا ليش ما حكيت له؟ ما حكيت له؟ يدفع كل حاجه ازاي؟ وانا اللي عامل حسابي وجاي نص بنص. ده على كده بقى لازم اشتغل في شركه كبيره عشان اقدر اتجوز البنت السوريه دي. والله يا رفيق بدك تشتغل هيك بشغله محرزه لحتى تتجوز عنا بسوريا، هيك العادات. ده انا على كده بقى لازم اشتغل في شركه استثماريه ولا حاجه. والله يا رفيق لازم تشوف لك هيك انت شركه استثماريه تستثمر عندهم، هدول الشركات هيك بربحوك كثير مصاري. في شركه اسمها سيلا لخدمات الاعمال، ان الشركه دي موجوده في السعوديه وبتساعدك ان انت تقدر تستثمر اي